بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه، وبعد. إخوتي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. تحية خاصة لفضيلة الدكتور محمد الفايد حفظه الله تعالى. هذه هي الرسالة الثانية بعد الرسالة الأولى التي كانت عبارة عن مدخل عام. وفي الرسالة الأولى وعدت بأن تكون هذه الرسالة حديثا في المنهج، لأن المشكلة الكبرى لك سيدي الدكتور هي مشكلة في المنهج، ولذلك ستكون هذه الحلقة وهذه الرسالة في المنهج. وحديثي حول المنهج العلمي هو حديث مرسل لكل من يسير على طريقك ودربك في إصدار الأحكام. وأذكر على سبيل المثال هؤلاء بأسمائهم التي يحبونها: الدكتور عدنان إبراهيم، والدكتور علي الكيالي، والأستاذ الباحث أحمد عصير، والقافلة مفتوحة. فقد ذكرت هؤلاء بأسمائهم التي يحبونها، وهم يشكلون مدرسة تقريبا مدرسة واحدة في إصدار الأحكام. ومن المعلوم جدا عند العقلاء والباحثين الجادين أن إصدار الأحكام هي آخر مرحلة من البحث العلمي. عندما يقوم الإنسان ببحث علمي في موضوع ما، فيتطلب هذا البحث مقدمات ومعطيات ومقارنات وتحليلات ودراسات، ثم ينتهي الباحث في آخر مرحلة من مراحل بحثه العلمي، ينتهي به المطاف إلى إصدار مجموعة من الأحكام. وإصدار الأحكام هذه تعج بها رسائلك فضيلة الدكتور، ورسائل من ذكرتهم سابقا في مداخلاتكم ورسائلكم ومنشوراتكم. تصدرون كثيرا من الأحكام لا يستطيع الواحد إحصاءها. من قبيل هذه الأحكام المسلمون كلهم متخلفون. المسلمون لا يقوم علمهم وبحثهم على البحث العلمي وعلى المنهج العلمي. الإنتاج الفكري، الإنتاج المعرفي الذي تركه المسلمون، وهذه المكتبات الكثيرة والكبيرة كلها متجاوزة. فالإنتاج المعرفي الذي أنتجه وتركه السالفون كله إنتاج متجاوز. من قبيل الأحكام كذلك ليس هناك عذاب القبر. الإمام البخاري في صحيحه قد أتى بما يندى به الجبين، يستحيي الإنسان ذكره والحديث به. الصلاة ليست عبادة. ليس لدينا علماء نقطة إلى السطر، وأتحدى. ابن تيمية خرب العقل الإسلامي. وكثير هي الأحكام التي كما قلت تتداول في هذه المنشورات التي تنشرها سيادتك سيدي الدكتور، وينشرها معك
هؤلاء الفضلاء الذين ذكرتهم في المقدمة. الأحكام. وقلت في الرسالة الأولى أنا سوف لن أتتبع هذه المفردات، لن أتتبع هذه الجزئيات وهذه التفصيلات وهذه الأحكام المبثوثة الكثيرة التي لا نهاية لها، لكن الذي سوف أبحثه في هذه الرسالة الثانية إن شاء الله هو في المنهج. ما هو المنهج؟ عندما نحتكم إلى المنهج سيبين الخطأ من الصواب، الحق من الباطل، ستبين الحقيقة من الأوهام، ومن الرغبات ومن الشهوات ومن لا شيء. في المنهج أولا فضيلة الدكتور ومن يسير على منواله، أول مبحث سأتحدث فيه هو الحكم. أولا الحكم، إصدار الأحكام، إصدار هذه الأحكام، ويقودنا إلى الحديث حول الحكم. ما هو الحكم؟ بدون تفصيل وبدون الخوض في هذا المصطلح ما قاله علماء اللغة وعلماء المنطق وعلماء الأصول وعلماء الفقه وعلماء القانون. سوف لن أدخل في هذه التفاصيل وما تحدث عنه هؤلاء العلماء بمختلف مدارسهم. أنا فقط بكلمة واحدة: الحكم هو إسناد حكم شيء لشيء آخر. الحكم هو إسناد شيء لشيء آخر أو نسبة شيء لشيء آخر. فقولي أحمد مريض فأنا حكمت بمرض أحمد فأسندت المرض لأحمد. المسلمون متخلفون، أسندت التخلف للمسلمين. عذاب القبر هو وهم وهو أكذوبة، فأسندت الكذبة لمسألة عذاب القبر. القرآن هو كل شيء، والسنة والحديث كله كلام خارج السياق وكله تزوير وتحريف. المعتمد الوحيد هو القرآن الكريم. كلامي هذا هو إصدار للحكم، فأسندت هذا الحكم وهذا الأمر للقرآن الكريم. الحكم إسناد شيء لشيء آخر، هذا هو الحكم. الحكم نوعان: إما أن يكون الحكم إما أن يكون له أساس، وإما أن لا يكون له أساس. إما أن يكون الحكم له أساس، له مرجع، ما يسمى بالمرجع، وإما أن يكون الحكم مبنيا على غير أساس. إذا كان الحكم مبنيا على غير أساس فهو حكم واهم، هو مبني على الأوهام، مبني على الرغبات، على الشهوات، على لا شيء. هذا الحكم هو حكم فارغ، ما يسمى بالحكم الفارغ. الحكم إذا لم يكن له أساس بمعنى أنه مبني على الأوهام، على مجرد رغبات، على الخواطر، على نفسيات الإنسان، ويتقلب هذا الحكم بمزاج الإنسان الذي يصدره، فلا يكون الحكم ثابتا، إنما يتغير ويتحول ويسير وفق مزاج الإنسان الذي يصدره. هذا الحكم
لا يكون له أساس، هو حكم فارغ ولا أساس له. والحكم الثاني هو الحكم المبني على أساس، فنقول إنه حكم مؤسس. حكم مؤسس بمعنى حكم ينبني على مرجع ما. الحكم إذا كان فارغا، إذا كان مبنيا على الأوهام وعلى غير أساس، هو فوضى، هو تدمير للعلم وتدمير للمعرفة. لماذا؟ لأنه باب مفتوح لمن شاء أن يقول ما شاء. ليس هناك حدود، ليس هناك ضوابط، ليس هناك منهج، ليس هناك أساس، فيقول الإنسان ما شاء في أي موضوع شاء أن يقول فيه ما شاء. وهذه كما قلت هي تدمير للعلم وتدمير للمعرفة وتدمير للبحث العلمي، ولا يخدم أي شيء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي الأخطر، أننا نفتح من خلال هذا الحكم الفارغ غير المؤسس أن نفتح بابا لا يعلم تبعاته إلا ربنا سبحانه وتعالى، يشكل خطرا جسيما. إذا كنت سيدي الدكتور تطلق هذه الأحكام بغير أساس، تتحدث عن الكهنوت وتتحدث عن العلماء وتتحدث عن الإنتاج الفكري المعرفي، وتتحدث فتصدر فيه أحكاما، ويغيظك في كثير من الأحيان، يغيظك ولك الحق في ذلك سيدي، يغيظك من يسبك ويشتمك أو يرميك ويتهمك زورا وبهتانا بشيء لا تريده ولا تحبه. لك الحق وأنا معك، لكن أنت فتحت ذلك الباب، أنت فتحت ذلك الباب. أتريد فقط أن تفتح ذلك الباب فتحكم وتصدر الأحكام وتنشئ الأحكام كما تشاء، فتصدر أحكاما على الكهنوت على العلماء وتقذفهم بقاذفات قوية وعنيفة وترسل وأنت ستسلم من ذلك؟ أبدا أبدا. لأنه عندما نفتح هذا الباب ونصدر الأحكام من غير ضوابط ومن غير أساس، فأنت كذلك ستصاب، ستكوى بها كذلك، أنت كذلك ستكوى. فيخرج من يتهمك بالردة والكفر والفجور والفسق بل وسيخرج آخر عليك من يستحل دمك والعياذ بالله. لماذا؟ لأنك فتحت هذا الباب وأردت أنت وغيرك أن تصدر هذه الأحكام من غير أساس ومن غير منهج، فلا يسلم من تبعاته الخطيرة أحد من العالمين. هذه النقطة الثانية. إذن الحكم، إذا كنا نحب أن تسلم أبداننا وأعراضنا وأن يسلم العلم الذي ننتسب إليه وتسلم الحقيقة التي نتغياها ونبحث عنها، لا بد أن يكون الحكم له أساس، أن يكون له مرجع. والحكم المؤسس له أساس وله مرجع، وسيقودني هذا الكلام لأتحدث عن هذا الأساس. ما هو هذا الأساس؟ إما أن يكون الأساس الأولى الثانية والثالثة، إما أن يكون الأساس هو العقل، أن يكون الأساس الذي يستند إليه الحكم والمرجع الذي ينبني عليه الحكم هو العقل، كقولنا 1 زائد 1 يساوي 2، 10 نصفه هو 5، النصفان متساويان دائما، النصفان متساويان هو حكم عقلي لأنه ينبني على العقل.
الذي يولد أولا هو الأكبر سنا. كل من يولد أولا يكون أكبر سنا من اللاحق. هذه الأمثلة هي أمثلة على الحكم العقلي، فيكون الأساس هو العقل، والحكم هذا يكون حكما عقليا. حكما عقليا. الحكم إذا كان مبنيا على أساس العقل فهو حكم عقلي.